السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ طبعا انتم مستغربين النهارده جاي بالعجلتين دولت. طبعا انا جاي بالعجلتين عشان في حاجه عايز اقول لكم عليها. اول حاجه بس نقلب العجل كده. طبعا العجلتين دولت بي ام اكس زي بعض، نفس الماركه ستورم بايك. طبعا انا قلت هغير لون العجله دي بس ما رضيتش اغيره لوحدي، فانا قلت اغيرها لوحدي فيبقى مثلا ممكن يكون شكله مش حلو ما يعجبكمش، فانا قلت استشيركم انتوا زي اخواتي، يعني يا اجدع ناس بتتابعنا هنا على اليوتيوب. فانتوا ايه رايكم؟ اعمل اللون ده ولا اللون ده ولا اللون ده؟ فانا دلوقتي المفروض ان انا يعني العجله دي المفروض اللي هي البي ام اكس دي جايه من بلاد بره زي ما هي كده، ما فيهاش اي حاجه، اللي هي ستوك يعني على ابوها، لسه ما اتعملش فيها اي تعديلات. فانا لو حبيت اعمل بيها حركات فتبقى صعبه شويه قوي معايا. انا بقى برضو عايز اتكلم معاكم في نقطه، انا عشان يعني اعمل حركه. يعني دلوقتي مثلا بصوا كده البدال بيلف ازاي، دي سره عاديه دي. لكن عندنا هنا السره اللي في العجله دي سره اسمها فري كوستر. السره دي بتساعدني في اللعب، مثلا لفيت يمين لفيت شمال البدال بيبقى ثابت ازاي. تعالوا اوريكم، بصوا اهو، شايفين؟ فده بيساعدني في اللعب. في ناس كتيره بتقول لك انت لاحم سيستيم، لا مش لاحم سيستيم، هي السره دي اصلا جايه كده. السره دي كنت جايبها من 3 سنين، كانت عامله 3150، كنت جايبها من امريكا. تمام. بالنسبه مثلا للكفات دي هنا ممسوحه زي ما انتم شايفين كده اهي في الصوره. دي برضو لو انا مثلا اتزحلقت من عليها حصل لي اي حاجه، الكفه خبطت في رجلي هنا كده مش هتاثر معايا قوي. لكن هنا الكفه دي فيها هنا بزابيز دي فبتعورني، يعني بص عامله ازاي، دي بتخبط في رجلي بتبهدلها خالص. بالنسبه مثلا للكاوتشات انا هنا ظابط هنا زي هنا. بالنسبه للكوبايات، الكوبايات دي حديد، الكوبايات دي المونيا بتخف بوزن العجله. بالنسبه مثلا للفرش هنا بص جاي، انتوا يعني خدوا بالكم ده جاي يعني لتحت على طول، هنا عامل فيه تعديل برده بيساعدني في اللعب. بالنسبه للعجله الثانيه البي ام اكس اللي هي الستوك بيبقى جاي فيها اللي هو بميله، يعني شايفين انتوا انا برده الحاجات دي كلها بتفرق معايا في اللعب. فانا النهارده برده انا هعمل حركه بسيطه، انا هاخد من العجله دي القطع غير اللي انا عايزها اللي هتساعدني هنا في اللعب، وبعدين هركبها هنا، واللي هنا بقى هشيله احطه هنا لحد ما افك العجله دي خالص. وان شاء الله انتظر الفيديو اللي هو اللي جاي ان شاء الله اكون غيرت اللون بتاعها. بس انا مش هعمل اي لون غير لما تقولوا لي هنا في الكومنتات اختار. يعني انا اديتكم الشكل اللي هو اللون رقم 1 او رقم 2 او رقم 3، اختاروا الشكل ده وقولوا لي عليه واكتبوا لي في الكومنتات، قولوا لي رقم 1 رقم 2 او رقم 3. تمام. وان شاء الله الفيديو اللي جاي اعمل الكلام ده. فيلا بينا عشان ما اطولش عليكم، انا هفك العجله اللي هي دي والعجله اللي هي دي، هبدل الطاره دي بالطاره دي، هبدل الكفات هنا. يلا بينا نشوف. دلوقتي انا جايب معايا الزراديه وجايب معايا كل حاجه، المعدات كلها هي. نبتدي مثلا نبدا بايه؟ فك الطاره اللي ورا.
طبعا دلوقتي يا جدعان زي ما انتم شفتوا مفيش اي اختلاف طبعا بالنسبه لكم انتوا، لكن في اختلاف بالنسبه لي انا. بص دلوقتي انا ركبت الطاره بدلتها من العجله دي بتاعت اللعب للعجله اللي هي الايه الستوك اللي ما كانش فيها تعديل، فاصبحت شغاله اهي ورا وقدام والبدال ما بيلفش. تمام. ودلوقتي يا جدعان زي ما انتم شفتوا انا فكيت كل حاجه من العجله دي وحطيتها هنا وجبت هنا حطيت هنا، بس كان ناقصني بس الفرامل. بس الفرامل بقى ايه ما فيش مشكله في البيت مع نفسنا وبنركبها قشطه. وكده الحلقه بتاعتنا انتهت زي ما انتم شفتوا يا شباب. اهم حاجه بس ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات اختار انهي لون، يا ده او اللي هو اللي تحت اللي انا وريته لكم. تمام. بس والفيديو الجاي ان شاء الله اكون عملت اللون ده قشطه. باي مع السلامه.